النهارده. يمكن احنا اول مره نيجي الكنيسه وناخد البركه الكبيره دي، فبجد اتفاجئنا من جمالها، فاحنا مبسوطين جدا ان احنا معاكم النهارده. وخلينا نقول حاجه صغيره خالص كده واحنا بنحتفل بالميلاد. ايه اصعب مشهد في الميلاد؟ هل ان هو اتولد في مزود؟ مش بس. طب هل ان هو يعني المكان كان زحمه وما كانتش القديسه مريم عارفه تبقى براحتها، او الناس اللي جايه عشان تقدم الهدايا عارفين يوصلوا بسهوله؟ لا. في اصعب مشهد؟ اصعب مشهد لما كانوا بيخبطوا على البيوت ومحدش كان بيفتح. اصعب مشهد كان الاحتياج، انه ملك الملوك ورب الارباب مخلص الكون اللي اليهوديه كلها مستنياه، متخيلين انه جاي على فرسان وجاي يحررهم من الرومان، مش لاقي مكان عشان يتولد اصلا فيه. كان باب يا رب اتخبط عليه وكان مقفول في وشه. وفي الاخر خالص قال لهم هو مفيش مكان، بس عندي مزود بسيط ممكن نستضيفكم فيه.
لطيفه جدا معايا. هو بيبقى ربنا كده بيبقى ليه عمله في ايه؟ يعني احنا ما كناش متفقين ان الوعظه بتتكلم عن التمجيد والتسبيح، ولقينا ان القرآن باسم الصليب يعني لازم تسبيح وتمجيد. فبنقول له شكرا يا رب، وبنقول للقرآن شكرا ان انتوا نورتونا. وان شاء الله